السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ مصرية. النهارده وصفتي رائعة رائعة رائعة. يعني مش عارفة اقول لك ايه. انا بحبها جدا جدا. ده معايا كيلو كوسة. طبعا غسلتها وعملتها شرايح سميكة شوية. خلاص. وده ايه؟ عصاج. نص كيلو لحمة. حطيت عليها كمية بصل. طيب الكوسة انا عاملة فيها ايه؟ حطيت عليها رشة ملح، فلفل اسمر، معلقة سمنة. انا هشوحها على النار. طب بدل ما اقول، ما تيجي تكملي معايا الوصفه. طيب العصاج انا حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه ملح وفلفل اسمر. انا كنت عايزه احط عليه بهارات لحمه، ما لقيتش. والكوسه حطيت برضه ملح وفلفل اسمر وسمنه ومعلقه ثوم حلوه. انا بهدي عليه النار خالص. ينزل ميته. ما نزلتش ميتها كوسه هانم، بحط لها نص كوبايه ميه. انا عايزه اسويها نص سوا. اوكي. هغطيها دلوقتي تستوي نص سوا. اعمل بقى المكون الاساسي في الوصفه. طيب نعمل ايه بقى؟ البشاميل اللي هو الوصفه الاساسيه. آه الجزء الاساسي في الوصفه. طيب انا البشاميل بعمله ليه؟ بعمله ازاي؟ هو كل معلقه دقيق عليها معلقه سمنه. طيب وانا قلت الكلام دوت وانا بعمل البشاميل. طيب انا مش عايزه اعمل كده. انا عن نفسي بحط سمنه معلقتين كبار ومعلقتين زيت، واخلي الدقيق سايح كده في الماده الدهنيه. يظبط معاكي، علشان لو قللتي الماده الدهنيه هيكلكع. اوكي. عشان طبعا بصور بايد واحده. اطلع كده بس منه ريحه الدقيق تفوح وتلوح. وادي اللبن انا بغليه. ممكن تحطي لبن ساقع عادي، انا بتعامل. اعمل البشاميل ونطبق الوصفه على بعض. طب انا بعمل الوصفه دي ليه النهارده؟ انا بعمل الوصفه دي مخصوص عشان اختي. قعدت اوصف لها امبارح تحطي كذا على كذا. قالت لي بيقول لك ايه، ما تعملوا لنا فيديو. والله ما انزل لها كلمه. لان انا يعني طبخاتي وحاجاتي كلها من النوع الكلاسيكي. ولادي ما بيحبوش آه، الحاجات اللي هي بيحبوا الاكل الكلاسيكي، يعني بزله باللحمه، باميه باللحمه، صينيه بطاطس بالفراخ. هم بيحبوا كده. بعمل لهم حاجات تانية، بس هم لما يعوزوا ياكلوا ويبقوا مبسوطين بيحبوا الاكل الكلاسيكي. اوكي. طيب ايه الحاجه اللي بتميز بقى البشاميل بتاع اموله ايه بقى؟ وش اللبن اللي هي القشطه. وبحط بضايه. عايزه تحطي بضايه حطي، مش عايزه بلاش. بس البيضه بتخلي وش البشاميل يحمر بسرعه. يعني حلو. وحطيت طبعا ملح، رشه ملح وفلفل اسمر. واحلى احلى 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 بشاميل. احلى بشاميل فعلا. يعني انا يعني بيقولوا لي البشاميل بتاعك حلو. لكن عشان انا بقى ما اخبيش عليكم ابدا اسرار اكلي، بقول كل الاسرار اهو. فالبشاميل بحط عليه القشطه. فيه بيحطوا عليه جبنه مثلثات. في يعني كل واحد حسب نفسه في الاكل وحسب طريقته. اهو البشاميل اللي عملناه كريمه يا ناس، كريمه كريمه. تعالوا بقى على الرخامة نطبق الوصفة بتاعتي. تعالوا بقى نطبقوا الوصفة بتاعتي. البشاميل اهو. احط هنا. انا هعمل البريم او الطاجن، وكمان هعمل الطاجن اللي هو الاورنج ده. احط كمية بشاميل في القاع. كده اسهل. البشاميل ده يتاكل كده بالمعلقة لوحده. اوكي. نجيب بقى البطلة، الكوسة.
رصها تحت كده. رصينا الكوسه اهي. احط بقى العصاج القمر ده. هو انا ما حطيتش على العصاج اي ماده دهنيه خالص، ولا سمنه ولا زيت، لانه المفروم فيه دهون كتيره، فايه ما حطيتش، اعتمدت على الدهون، كمان بصفيها كمان. بصفي الدهون كده، مش عايزه دهون كتير. احط في الطاجن. الطاجن ده رايح هديه يعني. على فكره كيلو كوسه مش كتير ابدا. تقولي يا تعملي كيلو، معرفش بتخس ولا بتتكسف ولا ايه، مش عارفه. احط بقى البشاميل على الوش. يبقى احنا بنعمل هنا ايه بقى؟ بنعمل صينيه كوسه بالبشاميل، اللي هي الكوسه اللي حقها دايما مهضوم ومحدش بيحبها. اقسم بالله روعه روعه. زي ما قلت برضو قبل كده، هتاكليها بالعيش، هتاكليها بالرز، هتاكليها بالمعلقه من غير حاجه خالص. اعملي الوصفه دي. بس برضو عايزه اقول لك حاجه، وانا بدوق كده البشاميل اللي لقيته طعمه ياه ياه ياه. فحطي قشطه، حطي قشطه في البشاميل، هيخلي الطعم ما حصلش. طيب كده حطينا البشاميل. طيب ايه المفيد في المساله دي؟ المفيد ان احنا بنعمل كوسه، طاجن كوسه بالبشاميل، بدل مكرونه نشويات. وبعدين نشجع بقى الاطفال ان هم ياكلوا. الله يا ماما انت عامله ايه يا ماما؟ تلاقيها حاجه جميله كده. وعلشان كمان الكوسه ما يتهضمش حقها، كوسه مفيده جدا. ادخلهم الفرن القمامير دول ونقدمهم مع بعض. يا جماعه الاداء متميز، الاداء متميز جدا قوي خالص. انتوا مش حاسين باللي انا حاسه بيه ولا شامين؟ يا نهار ابيض، فظيعه فظيعه. مش انتي محتاره بكره تعملي غدا ايه ومش حد عايز يقولك؟ اعملي لهم بكره بتاع ده طاجن كوسه بالبشاميل. ياه ياه ياه، هتلاقي ريقك جرى كده. وانا مش عامله جنبه سلطه ولا عامله جنبه رز. انا هاكلها يا اما حاف كده بالمعلقه، يا اما بالعيش. مطلعه عيش من الفريزر وهسخنه. يعني رائع رائع رائع. انصحك ان انت تجربي الكوسه بالبشاميل. وعلى فكره عايزه اقول لك حاجه كمان، انت ممكن لو الامكانيات ان انت ما تقدريش تجيبي لحمه، اعمليها كوسه بالبشاميل بس، بتبقى برضو خطيره. حبشي بقى الكوسه وكده، واللي زي ما قلت لك حطي قشطه على اللي هي وش اللبن على البشاميل، هتاكلي احلى صينيه كوسه بالبشاميل. انا من هواة ومشجعين للكوسه بالبشاميل. كنت معاكم اماني. طبعا في حاجه مهمه، ما تنسوش المسابقه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده في الفيديو. مش عارفه كان في فيديو ايه، نسيت. احمد هينزلها وهو بيعمل المونتاج. اللي هي اللي انا هبعت مع كل تورتايه باركود او QR كود. اللي يخش على القناه ويتابع فيديو، وانا هقول كلمه سر في كل فيديو اللي يقولها لي، والرقم انا بعتاه في الورقه. هي ليه خصم 10% على اول تورته هياخدها مني. اوكي. وكلمه السر النهارده طاجن كوسه بالبشاميل. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه. بحبكم كلكم. اتفضلوا معايا طاجن كوسه بالبشاميل. باي باي.